تخيل كده تكون واقف مستني طيارتك وفجأة تلاقي طيارة ركاب ضخمة بتقتحم إزاز المبنى، واللي بيخرج منها مش ركاب، لا دول جحافل من الزومبي الجائعين للحم البشر. دي مش صدفة، دي بس الشرارة الأولى لمؤامرة سياسية قذرة. شركة أدوية بتلعب بمصير العالم بفيروس مرعب، بوحش متحور مستني في الضلمة. تعالوا نشوف ازاي البطلين هيطلعوا من الجحيم ده. القصة بتبدأ بفلاش باك لكارثة راكون سيتي، المدينة اللي اتمسحت من على وش الأرض بصاروخ عشان يقتلوا الفيروس اللي كان فيه 100,000 ضحية. رئيس أمريكا بيستقبل وشركة أمبريلا بتقفل، بس الشر ما بينتهيش هنا. دلوقتي طلعت لنا شركة أدوية جديدة اسمها ويل فارما، عاملة نفسها فيها المنقذة. وفي نفس الوقت عندنا جنرال مجنون في جمهورية اسمها باجري بيدعم الإرهاب البيولوجي. العالم حرفيا قاعد على قنبلة موقوتة. بنوصل مطار كولومبوس، بطلتنا كلير الناجية من جحيم راكون سيتي جاية تقابل صاحبتها، وبتضطر تخلي بالها من بنت صغيرة اسمها رون. المطار بره مقلوب متظاهرين ضد سيناتور مكروه اسمه رون ديفيس، وفي الزحمة دي بيظهر راجل مريب لابس نظارة اسمه فريدريك، يعتذر لكلير ويمشي. خد قاعدة منه، اي حد بيديك طاقة ابو نظارة ده اعرف انه وراه مصيبة. فجأة راجل لابس زي زومبي بيخبط في البنت. بنقول هزار، بس استنى ثانية واحدة كده. ضابط شرطة بيحاول يمسك متظاهر تاني، فجأة المتظاهر ده بيهجم عليه وبياكل رقبته بجد. هنا بقى الرعب بيبدأ، الناس بتصرخ وتجري في كل حتة، والضابط الميت بيقوم يعد حارس السيناتور. وفي عز الفوضى دي كلها كلير بتحاول تحذر السيناتور المرعوب. بتحصل الكارثة الكبرى، طيارة ركاب عملاقة بتفقد السيطرة وتخترق ازاز المطار وتدخل الصالة وتدمر الدنيا. باب الطيارة بيفتح وعشرات الزومبيز بينزلوا زي السيل. المطار بيتقفل والمدنيين بيتحبسوا جوه. بره بقى بيوصل العميل الخاص من البيت الابيض ليون كينيدي، طبعا حبيبنا يعني. بيسمع كلير وهي بتطلب المساعدة، بتقول له انهم محبوسين في صالة الVIP. ليون بقى بياخد قرار انتحاري وعجيب. بدل ما يدخل بفرقة مسلحة تقيلة تخلص الحوار، بياخد معاه ضباطين بس اسمهم انجيلا وجراي. يا عم ليون انت داخل على مئات الزومبي، الثقة الزايدة دي هتودينا في داهية. بينزلوا من السقف وبيمشوا في الممرات. انجيلا بتثبت انها كارثة ماشية على الارض، بتضرب الزومبي في رجله. حرام عليكي مش من اولها. بيوصلوا لصالة الVIP وينقذوا كلير والسيناتور. بيبدأوا رحلة هروب مرعبة في الصالة. جريج بطل الابطال بيتزنق في الحيطة والزومبي بيعضوا، فبيقرر يضحي بنفسه عشان الباقي يهرب. في النهاية بيقدروا يخرجوا، بس السيناتور الندل الواطي ابن الواطي بيزق البنت الصغيرة عشان يساعد نفسه. بره المطار الارهابيين بيهددوا ينشروا الفيروس في امريكا كلها لو الحكومة ما اعترفتش بتورطها مع شركة امبريلا زمان. وطبعا حظنا منحوس، عربيات اللقاح كلها بتنفجر فجأة. انجيلا بتكتشف ان اخوها الكبير كيرتس هو المتهم الاول في الحوار ده، عشان عيلته ماتت في راكون سيتي وعايز ينتقم في الوقت ده. فريدريك بياخد كلير لمنشأة الابحاث السرية جدا وبيكشف لها المصيبة الكبرى. الشركة دي مش مخبية عندهم فيروس عادي، الجي فيروس ما بيعملش زومبي عادي، ده بيحول البني ادم لوحش كاسر لا يمكن السيطرة عليه. فجأة انذار بيضرب، المنشأة بتتدمر بقنبلة، وكيرتس بيظهر في وسط الدمار وبياخد قرار مجنون، بيغز نفسه بفيروس جي. كيرتس بيتحول قدام عينين اخته انجيلا والجنود لوحش عملاق مرعب. الجنود بيضربوا نار باسلحتهم كانهم بيضربوا مسدسات ميه. الوحش ما بيتاثرش بحاجه وبيمسح بيهم الارض حرفيا. ليون وانجيلا بيجروا بحياتهم في الممرات. الذكاء الصناعي بتاع المبنى بيبدا بيعد عد تنازلي عشان يحرق المكان كله باللي فيه عشان يمنع تسرب الفيروس. في لقطه اكشن تحبس الانفاس، الوحش بيهجم عليهم، فليون بيغرس سكينه في عين الوحش العملاق عشان يحميه وينقذ انجيلا. وبينطوا هما الاتنين في بركة مية عشان يهربوا من الانفجار، وليون بيديها اكسجين من
من بقه وتحت المية. انت شفت حاجة لسه؟ المكان بينهار. كلير المصابة بتوصل لغرفة التحكم وبتلعب في الزراير وتفضي ضغط المية اللي كسر الازاز ووقع الكل تحت. ليون وانجيلا بيتعلقوا بالعافية على حافة جسر مكسور، والوحش كيرتس بيطلع من تحت الانقاض ويمسك انجيلا من رجليه. انجيلا بتعيط وتترجى ليون يسيبها، بس ليون بكل عظمة ابطال الاكشن بيسحب مسدسه وبوم، رصاصة بتخترق جمجمة الوحش وتوقعه في نار جهنم تحت. الجسر بيقع بيهم وبينتهي بيهم الحال في وضع رومانسي غريب وسط الدمار. مش وقتك يا ليون. يبصوا لبعض في صمت لمدة معدية ال4 ثواني. عالميا ده معناه وقوع في الحب. لو كانت ده موجودة واحنا فاكرين ان الفيلم خلص والنهاية سعيدة، بتيجي حتة صيعة جدا. كلير بتكتشف ان فريدريك اللي هو ابو نضارة المريب اللي قلتلك عليه اول الحلقة هو العقل المدبر لكل ده. الراجل ده كان بيسرق الفيروسات ويبيعها في السوق السود زي فيروس جي وتي للارهابيين، وفي نفس الوقت هو اللي بيصنع اللقاح في الشركة عشان يتباع للحكومة ويكسب مليارات من الناحيتين. بيحاول يهرب بالذات، بس انجيلا بتظهر من وراه وتثبت بمسدسها وبتقبض عليه علشان يقضي بقية حياته في السجن. المهمة كده خلصت. ليون وكلير بيتفرقوا، كل واحد بيروح يشوف شغله، بس في عالم طويل زي ريزيدنت ايفل كابوس الزومبي عمره ما هينتهي. بص يا جماعة، لو هندي تقييم للفيلم فالفيلم ده حرفيا يعتبر رسالة حب لعشاق سلسلة الألعاب. فكرة إننا نرجع نشوف الثنائي الأسطوري ليون وكلير مع بعض تاني بعد أحداث راكون سيتي اللي هو ريزيدنت ايفل الجزء التاني، دي لوحدها بتلعب على ذكريات زمان وتخليك مستمتع جدا. ليون طالع بشخصيته اللي اتعودنا عليها، ما بيهزرش، حركاته وثباته لانفعاله قدام الزومبي والوحوش معلم، والقصة نفسها فيها حبكة سياسة وصدمة في الأحداث محترمة شوية، مش مجرد زومبي بيعضوا في الناس وخلاص. وتصميم وحش الفيروس جي كان مرعب بصريا وممتاز جدا، بس بصراحة كمان في شخصيات كانت بترفع الضغط زي السيناتور رون ده اللي كان كل هدفه في الحياة عصبنا، وأنجيلا اللي كانت أحيانا بتبقى عبء في القتال وقراراتها الغريبة. وطبعا لأن الفيلم إنتاج سنة 2008 فالرسومات والتحريك ممكن تحسهم إنهم قدام مقارنة بالشغل بتاع دلوقتي، بس هيبته لسه موجودة. انا هديله 7/10 بقلب مستريح. فيلم سريع اكشن ما بيوقفش، ووجبة دسمة لاي حد بيحب الزومبي والغموض، واحسن بكتير من الافلام اللي بيمثل فيها ناس حقيقيين واللي بوظ القصة اصلا. قولولي بقى في التعليقات لو كنت مكان ليون في المطار ده كنت هتعملوا ايه، وهل فعلا انجيلا كانت تستاهل انه يخاطر بحياتها عشانها؟ مستني رايكم، ومتنسوش الاعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ملخصاتنا اللي جاية.